السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعالوا هوريكم أفكار للبرطمانات. خليكي تندمي إن انتي رميتي برطمانات قبل كده، احنا مش هنرمي برطمانات بعد كده خالص. تعالي أوريكي هنعمل بيها ديكورات حلوة وتحفة ازاي، رائعة. أي برطمان عندك قديم هنستغله في أي حاجة هنعملها، هتشوفي المنظر والجمال. احنا جبنا برطمانات الصلصة القديمة، صلصة أو مربى، أي برطمانات عندك، وشلنا منها الورقة اللي عليها، وطبعا نضفنا مكانها بحيث ان هي تبقى ازاز بس. بحطها في ميه مغليه او ميه سخنه شويه وبيطلع بسهوله اللي عليها ده. وبعد كده جبنا البرطمانات دي ودهناها بالاكليريك وعملنا احلى بوكيه ورد. هوريكم منظره. ماشي ماشي، امسكي بقى. ايه رايكم في الجمال ده من برطمانات الصلصه؟ اخدنا البرطمان بعد ما نضفناه ودهناه بالوان الاكليريك، او ممكن لو عايزه تلفيه على بايطان او اي شكل انت عندك ممكن تعمليه، سواء ورق او ايطان او تدهنيه بالاكليريك، كل الاشكال تحفه. وبعد ما دهنا البرطمان جينا جبنا الجبس وميه وحطينا جوه البرطمان جبس وميه، ورحنا جبنا ورد من عندنا وحطيناه فيه وسيبناه شويه ينشف بقى بالمنظر ده زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين الالوان الاكليريك ده كان ذهبي على اسود على اخضر تقريبا. ذهبي واسود بس، هنا بتقولي هو ذهبي واسود بس، كان لايق على لون الورد اللي عندي. طبعا تحطوا اي الوان انتوا عايزينها. دهنا بيه البرطمان وحطينا جواه الجبس والميه، هو جبس وميه بس، ورحنا حاطين فيه الورد منه بيثبت والمنظر حلو قوي. وقولوا لي ايه رايكم في الفكره، وان شاء الله نعمل افكار جديده ونستغل اي برطمان عندنا ومش هنرمي برطمانات بعد كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.